سامسونج النهارده بتقدم مفاجأة تاريخية، علامة هتفضل في تاريخ الموبايلات، علامة هتحتفظ بيها سامسونج بالريادة بالتكنولوجيا الجديدة اللي هتقدمها النهارده. تعالوا نشوف المفاجأة معانا ايه. الجهاز بينزل بسناب دراجون 8 إليت. على الحجم ده ومع الوزن ده هيبقى ممتاز جدا. البطارية تقريبا حوالي 5600 ملي امبير اللي هي عملية جدا وممتازة جدا في الحجم ده وبالرفع ده. 5600 ملي امبير ممتازة. كونسبت جميل ومختلف، فكرة ان انت معاك تابلت كامل، يعني الفولد الثنائي العادي بيبقى مربع او سكوير، ما بتقدرش تتفرج على الحاجات بالشكل الكامل او بشكل ان هو 16:9 المعتاد عليه، بتتفرج عليه مضطر ان هو يبقى فيه بارات سودا. لكن ده الكونسبت العرضي العادي، هو مفيش نت بس هنا في الستور. الكونسبت العادي ده مخلي الجهاز تابلت كامل متكامل. الجهاز فيه الكاميرا الداخليه دي اللي هي البانش هول العاديه. طبعا هم خلاص مساله الاندر ديسبلاي كاميرا انتهت، ما بقوش بيعملوها. هي البانش هول كاميرا عمليه اكتر يعني. طبعا طريقه التطبيق بتاعته هي غريبه شويه، يعني ايه، لازم تطبقوا فردة الأول وفردة تانية. طيب ده فرق إيه عن الهواوي لما نزلت الفولد؟ الهواوي لما نزلت الفولد كان الشاشة البلاستيك الداخلية هي معرضة إن هي تبقى موجودة للخارج، لكن هنا الوضع مختلف. الشاشة هنا جلاس بالكامل، فبالتالي هو بقى بروتكتد. طول ما هو مقفول بشكله ده هو بقى بروتكتد بالكامل من جوه. طبعا هو مليان بصمات عشان كان في الديسبلاي، بس عادي يعني. الجهاز بقت الشاشة الإزاز دي تخليه محمي، بعكس إن لو الشاشة البلاستيك من بره كان مجرد ما بيتحط في الجيب بيحصل له سكراتشز وديب جروفز اللي هي الجروح العميقه في الشاشه يعني. الموبايل ده نازل منه على مستوى الامارات 500 وحده فقط لا غير. ال 500 وحده دول مش هتقدر تشتريهم من اي حته، ده ال 500 وحده دول هيجوا لك بانفيتيشن، دعوه انك تقدر تشتري الجهاز ده. طب ونازل فين تاني في العالم؟ نازل في 5 دول في العالم من بينها الامارات. وعلى فكره الولايات المتحده الامريكيه مش من ضمن ال5 دول دول.